أنا عاوز قبل ما نمشي نشوف أجمل وأعجب فيلم عن البذرة اللي بتغرس نفسها وتفحت لنفسها في الأرض، البذرة اللي مزودة بمغراس ومتآب. اللي هيفوتوا الفيلم ده يبقى فاته نص عمره تمام. هنا هنشوف منظر غريب جدا. البذرة اللي هي تحت السودة دي مزودة برافعة اللي هو الساق الغريب. شوف هتنفصل ازاي، وبعد ما تنفصل هيحصل لها ايه. بيجي نتيجة انها جفت ونشفت واستوت يجي لها الانسلاخ الشديد ده، هتقع على الارض نتيجة الحر والبرد والرطوبة والجفاف. شوف بيحصل لها ايه، حركة مستمرة. تأملوا المعجزة اللي هتحصل في البذرة دي. يتكون لها شكل بريمي. شوفوا البريمة، كل بذرة بقت لها بريمة فوقها، والبريمة لها رفعة في الجنب. كل ده بيحصل تلقائي. هنستنى نشوف بقى ايه هيحصل نتيجة التعاقب الحر والبرد والهواء والريح. شوف الحركة الدودية المستمرة. كل دي تلقائيات محسوبة، لأن هي الحركة هنا لها هدف واضح جدا. البذرة بتحاول تفحت لنفسها بنفسها في الأرض، واللي خلقها تعهدها. شوف أخيرا لقت الوسيلة، ركنت الرفعة على ساق جنبها. شوف الحركة بقى بتحصل ازاي. منظر غريب حقيقة. كل ده يتم تلقائي في صمت. يا سلام. البذرة من نفسها بتغرس لنفسها في الأرض. هيأ لها الخالق مسمار بريمي غريب بيتحرك برفعة دقيقة. ده ميكانيكا، ده أرقى درجة من علم ميكانيكا الروافع. يعني ازاي تبقى حركة دائرية وفي نفس الوقت حركة حافرة في الأرض بالشكل ده. بنقول ايه؟ بنقول النبات زرع نفسه ولا اللي خلقه؟ هنا إصبع الخالق موجود. هنا إصبع الخالق ويده، يده الخفية، وعشان كده بنسميه اللطيف الخفي، الفعال الحقيقي. فعلا كل ما بتأمل الصورة اللي شفتوها دي بحس فعلا بيد الخالق. تباركت يد الله أحسن الخالقين.